الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى يقول هذه المادة. يقولوا فيه أهل السنة وفيه الشيعة، صح؟ أهل السنة والجماعة نرجو من الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليهم، هو مذهب الحق بلا جدال ولا نقاش، وكل يقول لك أنا مذهب أهل السنة والجماعة. الشيعة يقول لك احنا ثاني أهل السنة والجماعة. شوف كيف كل الطوائف، القاديانية، الباطنية، الإسماعيلية، أي طوائف منحرفة تقول أنا أهل السنة والجماعة، ولكن كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد يقول لك أنا سني ولكن السنة معيش مش غير روح عقولنا. لذلك يا إخواني الكرام هذا سؤال في العقيدة مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن ورواه الإمام أحمد في المسند، يقول افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. السمع الله يرضى عليكم. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال اليهود افترقوا 71 فرقة، النصارى افترقوا 72 فرقة، المسلمين اللي هم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال راح يفترقوا 73 فرقة كلها تروح للنار غير فرقة واحدة. الحمد لله ربي كرمنا بالصحابة، سألوه قالوا له يا رسول الله منهم هذه الفرقة اللي تسلك شكونها والباقي كلهم 72 الأخرى تروح للنار؟ شوف يا أخي اسمع. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية أخرى السنة والجماعة. قال لما قال له كلهم يروحوا في النار إلا واحدة، ناض الصحابي ذا قال له شكون الوحدة هذه اللي تسلك ما تروحش للنار والباقي كل شيء يروح للنار؟ لذلك العلماء جزاهم الله خير مثل ابن تيمية كتب كتاب وسماه الفرقة الناجية. الفرقة هذه اللي تسلك والباقي كله في النار. كي داير الفرقة هذه؟ قال لهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الشيء اللي راني نخدمه أنايا ويخدمه أصحابي، يعني سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني لما قال السنة والجماعة وش من الجماعة؟ باش نفهم، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. لما قال ما أنا عليه وأصحابي وقال أن السنة والجماعة، السنة هي ما أنا عليه، الجماعة هي أصحابي. باش ما يصير واحد يروح لنا بعيد يقول لك الجماعة شكون الجماعة؟ جماعة الجماعة هذا ولا جماعة الجماعة هذا ولا الجماعة نتاع هذا ولا جماعة هذا؟ تقولوا لا، لا الجماعة هذه ولا الجماعة الأخرى. المقصود بالجماعة جماعة الصحابة الكرام الذين كان الوحي بين أظهرهم ينزل، وهم الذين نقلوا إلينا العلم متواترا. شوف كيف السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل دياله، والجماعة يعني جماعة الصحابة. يعني هذه الفرقة اللي تسلك تكون الخدمة نتاعها موافقة لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة لخدمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لما قال إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، إذا جاء الحديث عن الرسول على عيني ورأسي نخدم به، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، أما إذا جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. إذا جاء على الرسول قالوا الرسول على عيني ورأسي الحديث، داروا الصحابة على عيني ورأسي، داروا ناس واحد آخرين ما يهمنيش فيهم الناس هذو شكونهم، ماكش مسؤول عليهم. لذلك نحن ما علينا إلا نتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، من غيرهم ما فيش. هذه هي الطائفة الوحيدة اللي تنجو. لذلك سماها العلماء الفرقة الناجية، الفرقة اللي تسلك، اللي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتتبع الصحابة كما داروا الدين. أما اللي قال لك الأخ الشيعة، هؤلاء الشيعة خصنا نعرفهم مش كلمة شيعة، خصنا نرجعوا للتاريخ شوية. الله
كلمة شيعة يعني أنصار، يعني ناس ينصروا بعضهم بعض، يعاونوا. شيعته يعني أنصاره في اللغة هذه. ولكن الشيعة يا إخوان هم الناس الذين خرجوا على مذهب الحق، وكان من ورائهم يهودي واسمه عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني. جاء من اليمن يهودي وجاء المدينة والتقى باليهود، ثم ذهب إلى العراق إلى الكوفة في عهد علي، واتصل بالمجوس الذين دخلوا في الإسلام. كثير منهم دخل الإسلام على غير رضا، دخلوا في الإسلام وما همش راضيين به. قالوا كيفاش نديروا الإسلام هذا اللي ما ناش راضيين به؟ قالوا عليكم تدخلوا الداخل وتخربوه. واليهود ثاني والتقوا اليهود مع المجوس عبدة النار. جاءهم هذا اليهودي اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني، التقى مع الفرس عبدة النار اللي دخلوا في الإسلام، وكونا لهم هذه العقيدة هذه. باش تشوفوا أنا نعطيكم وثائق تاريخية. عبد الله بن سبأ هو اللي جاب فكرة الشيعة والتشيع، وتشيعوا العلي، وبدأ يكون في ذيك الفرقة، لأن اليهود كرهوا الإسلام والمجوس كرهوا الإسلام وتعاونوا. قالوا الآن آن لكم أن تحاربوا الإسلام من الداخل، ادخلوا فيه وندخلوا فيه ونخلطوا الداخل. راح عبد الله بن سبأ بدا يدير الدعاية للإمام علي، الإمام علي الإمام علي الإمام علي الإمام علي، والناس غوغاء وجهال وعوام ومجوس وناس مختلطة، حتى كون فرقة. قال لهم هذيك الفرقة، قال لهم لما يخرج الإمام علي من مسجد الكوفة وتشوفوه خرج من باب المسجد قولوا له أنت هو. لما يقول لهم أنا من هو؟ قولوا له أنت الله. اقرأوا التاريخ، تاريخ العقائد راه مهم يا إخواني، باش ما يكلخولكمش جماعة الخوميني أعداء الله. راه الخوميني أكثر من كوربات، تشوفوا له وش يسموه. هذاك حمر باين هاوليك، أما هذاك مخبي بعمامة تاع الإسلام ولحية تاع الإسلام، وهي كلها زور وكذب. قال لهم لما يخرج الإمام علي قل له أنت هو الله، أنت هو. لما يقول لهم أنا من هو؟ قل لهم أنت الله. خرج الإمام علي رضي الله تعالى عنه، قالوا له أنت هو أنت هو. من أنا؟ قالوا أنت الله، أنت خالقنا ورازقنا. يا ناس توبوا الله، هذا افتراء كبير وتعصبوا ولصقوا فيه. أول فكرة الشيعة والتشيع. جاب ابن عباس اللي هو فقيه الأمة، قالوا هؤلاء الناس قالوا زنادقة تضرب أعناقهم بحد السيف. هذا الناس زنادقة مرتدين خرجوا عن الإسلام، اضرب لهم عنقهم بالسيف تهنا منهم. قالوا لا، الأمر أكبر من السيف. هذه الشرام قالوا شيء كبير، وشنو السيف هذا؟ قالوا نشعل فيهم النار. قالوا لا ما تديرهاش. قالوا نديرها. أمر الإمام علي رضي الله تعالى عنه بالخنادق أن تحفر، احفر خنادق، ثم ملأها نارا حتى تأججت، ثم أتى به فردا فردا. هذه النار تتوب عن كلامك وإلا ترمى فيها. توب على كلامك ولا نرمى. يقول ما نتوب، أنت هو الله، أنت اللي خلقنا ورزقنا. يرموهم داخل النار، واحد تلو الآخر واحد تلو الآخر، فأصبحوا يتراقصون في النار ويقولون الآن علمنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. واللي كذبني يقرأ تاريخ ابن كثير اللي هو البداية والنهاية، ويقرأ تاريخ ابن جرير الطبري اللي هو أوثق تاريخ إسلامي مع البداية والنهاية. يقول الإمام علي في الرز بتاعه ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. خدمته قال لما شفت وأنا نشعل ترمي. شفت كيف من ذلك الوقت لما عرف باللي يكونها لهم عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني قال علي به عدو الله. وهذا القتلك اليماني هذا اللي هو يهودي كان يمسك المنبر لما الإمام رضي الله تعالى عنه الإمام علي لما يخطب يمسك المنبر ويبدأ يبكي بكاء تكلى. هو
ويتشيع له بش ويبني له حتى كون الفرقة هذيك. لما سمع واش وقع هرب، راح لمصر. كانت مصر في ذاك الوقت تحت يد الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قال له إذا لقيته فامسكه ووثقه وأرسله إلي على حمار منكس. قالوا إذا لقيته قبضوا وربطوا وارسلوا على حمار منكس، يعني ظهره جهة راس الحمار ووجهه جهة قاعدة الحمار، وارسلوا من مصر حتى الشام حتى العراق. زاد هرب وراح للشام، قام خبي حتى مات الإمام علي. زاد خرج كمل الخدمة نتاعو. هذا الناس هذو اللي هما الشيعة ويقولوا احنا باش نفهمكم مليح، ويقولوا احنا نبغوا آل البيت وننصروا علي. علاش علي رضي الله تعالى عنه كان ضعيف حتى يجوا المجوس يعاونوه، يجوا العجم يعاونوه؟ حاشا لله. كان الصحابة متضافرون وكانوا موجودين هم اللي يعاونوا. وإنما كما قلت لكم هؤلاء الناس لما شافوا الإسلام انتشر قلوبهم حرقت، قالوا عليكم تدخلوا وتخربوا. وبدأت الفكرة تاع الشيعة تطلع والإمام علي مات ولا أولاده تحزبوا كذلك للحسين رضي الله تعالى عنه، وبدأوا يرسلوا له في الوثائق. هو في المدينة ويرسلوا له في الوثائق من الكوفة حتى لعنده، حتى بلغت 12,000 وثيقة، 12,000 خطاب. أرواح بايعوك، أرواح كل إمام واحد يرسلوا له 12,000 بشر يرسلوا له باش يديروا أمير. خلاص هذو أمة. رفد هذه الوثائق كلها، جمعها وعمرها في الإبل، ورفد أولاده ورفد جماعته ورفد نساء ورفد أحبابه وتوكل على الله. مسكوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لاصق فيه عنق فيه ويبكي. قالوا راح تموت، يخذلوك قتلوا باباك ويخذلوك هؤلاء الناس خونة، ما هم الشيعة تاع الصح، كذابين. قالوا كيف؟ هاني رافد معايا 12,000 رقعة كتبوها لي يرسلوها لي، غير الأعيان تاعهم ولا يعني ناس كبار وجهاء، فما بالك بالعوام. لما كفر عليه وغلبوا في الراي عنقوا ابن عباس بحرارة وقال له أستودعك الله من شهيد. قالوا نودعك راح تموت شهيد في السنة. وفعلا يا إخواني الكرام تبعوني مليح، لما راح وصل إلى مشارف العراق ونظر فإذا الأرض حمراء، اسأل القافة الناس اللي معه يفهموا، قال لهم ما هذه الأرض؟ قالوا له هذه أرض كربلاء. قال لهم رضي الله تعالى عنه، قال لهم كرب وبلاء، مصيبة فوق المصيبة مش كربلاء. فإذا به يرى الغبار قد انتشر، قال هذه شيعتي قد أتت. شاف الغبار طلع والجيش بان، هم الشيعة توعي جاو يعاونوني. فإذا به دار به العدو. فين شيعتي؟ تعالوا يا الشيعة تعاونوا الحسين رضي الله تعالى عنه. باش نقول لكم يا إخواني الكرام، ثقوا تماما أن الشيعة هم الذين قتلوا ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. تبعوني منها، لأن واحد يعرضك لداره، يوجد لك العرضة، تجي انت لداره والدار تعرفها، يخرج على برا يقابلك وكذا حتى تدخل، ولا هو الناس راهم يضربوا فيك اليوم، يقول خليني منه وش ندير له، انا عرضته لداري ما جاش وش ندير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاهدوها الأنصار في بيعة العقبة الكبرى خذلوه قريش، ما مشوش معاه إلا من رحم ربي. لما لقى الأنصار الصحاح واش قالوا له؟ قالوا له يا رسول الله، لما قال لهم العباس رضي الله تعالى عنه كان يمشي معه، قال لهم يا أيها الناس إذا رأيتم أنفسكم أنكم تنصروه فإني أدعه أن يذهب معكم، وإما رأيتم أن تخذلوه فإن ابن أخي في منعة من قومه. هذا ولد خويا لا تستطيعوا تنصروه وتستطيعوا تنصروه ثم يوم يدنا لي حتى واحد ادوه أو معكم. عمو كان يمشي معه، وإلا شفتوا رواحكم ما تنجمولوش خلوا ناس يأذوه، راه ولد خويا راه هنا في المناعة تاعي حتى واحد ما يدنا لي. واش قالوا له للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي وفاوا الذين سموا أنصارا وبقوا أنصارا، ما همش الشيعة الكذابين اللي قالوا له تعالى وخذلوه.
قالوا لا أعلم يا محمد يا رسول الله، إنا لنمنعك مما نمنع منه نساءنا وبيعنا. قال له يسمع، قال له والله غير كيما نمنعوا أولادنا ونسانا ما يصدمش عليهم واحد نمنعوك، ما خلوش واحد يدن عليك. قال لهم العباس ما لدوه وروحوا. لما داوه راحوا. التاريخ يشهد والهجرة راكم تقراوها، يقول لك المدينة منذ أن علموا أن ركب الهجرة آت الركب المبارك راه جاي، كل صبح يصبحوا يطلعوا كل واحد عنده مشرف فيطلع فوقها، اللي عنده دار يطلع فوق الدار، اللي عنده كدية يطلع فوق الكدية، اللي عنده نخلة يطلع فوق النخلة يعس حتى تغرب الشمس ثم يدخلون إلى بيوتهم. فلما تشرق الشمس يخرجوا يطلعوا يقابلوا محمد أو جاي، الفرحة تغمرهم، الأنصار بحق حتى جاء ودخلوا الصدمة يتجراوا. كل قبيلة تقول يا رسول الله إلينا، نحن أهل السلاح والحلقة كابر عن كابر، احنا أصحاب السلاح وأصحاب الحرب كابر على كابر، وارثينها جد على جد. عندنا قبائل كل قبيلة تعرض تقول له حط الرحال تاعك، وهو يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، خلوا الناقة راهي مأمورة، وين حبست هي هذه. الشيعة صحيح لو كانوا يبغوا آل البيت ويبغوا الحسين رضي الله تعالى عنه ويبغوا 25 شهيد اللي ماتت من آل البيت في موقعة كربلاء ولم ينجو منهم إلا زين العابدين رضي الله تعالى عنه، منه تناسل الأشراف. لو كانوا يبغوا سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، ماشي كانوا يعرضوا لهم ثم يعرضوا لهم لم يعرضوا لهمش. الواحد اللي يبغي واحد وبعدين هذا الواحد ما هو سهل، هذه ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم راهي جاية، النبوة جزء من النبوة راهي جاية، يلزم نتعرضوا لها هناك باش بتاعد ما يدنا لها. هما عارفين باللي كاين عدو، عارفين الشيعة باللي هذا الناس عندهم عدو غادي لابد يخرجوا ليهم، خذلوهم ما خرجوش ليهم ولا بحثوا عليهم. لما خسر لقى الخيل أحاطت به، نظر فإذا هي خيل يزيد بن عبيد الله اللي هو العدو تاعه. وين الشيعة تاعه؟ قالوا ما عندك حتى شيعة. قالوا الناس كلهم راهم دايرين يديهم في البيعة تاع يزيد وخلاص ما عندك والو. قال لهم لا خليني نرجع. قالوا عندي 3 خيارات، أي واحدة أعطيتها لي نخدم بها. الحسين بن علي رضي الله تعالى أعذر نفسه رضي الله تعالى عنه، أعذر نفسه. قالوا أما لا كي عاد الشيعة تاعي ما جاتش وخذلوني وسلموني للعدو، عندي 3 خيارات، أي واحدة تعطيها لي نخدم بها. قالوا هات العدو تاعه الأمير تاع العدو. قالوا إما أن تتركني أذهب إلى الثغور وجاهد في سبيل الله، تخليني نعقب منا نروح نقطع جهة تركيا نروح نحارب في سبيل الله، وإما أن تتركني أرجع إلى المدينة، وإما أن تتركني أذهب إلى يزيد بن معاوية. لأن ما تغلطوش، لأن كثيرين يقول لك يزيد بن معاوية هو اللي قتل الحسين، هذه غلطة كبيرة. يزيد بن معاوية كان رجلا مؤمنا، كان تقيا نقيا، كان فارسا شجاعا، أمره معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه، أمره على عدة جيوش، وإنما هو كان أمير المؤمنين في ذاك الوقت، كان في الشام. يزيد بن معاوية كان في الشام، والقضية وقعت مع يزيد بن عبيد الله في العراق في كربلاء. قال له شوف تخليني نرجع المدينة، تتركني نروح للثغور، خليني نروح لوليد عمي قرشي كيما انايا، معصر كيما انايا، نتفاهم انا وياه اللي هو أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. قال له ما خليكش تروح ليه حتى تروح الأمير العراق وتجعل يدك في يده وتبايعه. قال له ما خليكش تروح لوليد عمك هناك، ولا خليك تروح للشام، ولا خليك ترجع الله، حتى تروح للعراق ودير يدك في يد أمير المؤمنين نتاعنا نتاع العراق، ثم خليك تروح. قال له لا، هذاك ماهوش ندي، ما نديرش يدي في يده. قالوا لم يبقى لك إلا السيف. قال له أنت وذاك. قال له ما بقاش اما لغى الحرب، جرد سيفه رضي الله تعالى عنه وجاهد جهادا مستميتا حتى مات، وماتوا معاه 25 من خيرة شباب آل البيت.
ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينجو منهم إلا زين العابدين رضي الله تعالى عنه. احتضنته عمته، كان مريض، كان في عمره 20 سنة وكان مريض معصب راسه، جو يقتلوه، احتضنته زينب رضي الله تعالى عنها، قتلوا لا قتلتوه قتلوني. إذن احنا نشوفوا هذا اللي راهم يقولوا الشيعة، وإحنا نبغوا آل البيت ونبغوا علي ونبغوا الحسين ونبغوا فاطمة. لو كان يبغوهم، يبغوا سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوش جاوا اعترضوها. انت اللي تبغيه تعرض له ولا تخلي حتى يقول لك فلان يوجا وانضرب؟ انت وين كنت؟ يا اخي انت اللي قلت له ارواح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ارواح خرجوا يعرضوا له كل صباح، يطلعوا فوق ديارهم يعسوا، حتى لما شافوه جا راحوا حتى القبه يجاروا، وكل قبيله تقول له عندي يا رسول الله، عندي، راني عندي السلاح وعندي المنع نصرك حتى تمدنا لك. اذا الشيعة يا اخواني هم الذين قتلوا اهل البيت، لانهم خذلوهم وتركوهم. شفت كيف؟ زادت تطورت حتى داروا مذهب. لما داروا مذهب ولا عندهم قرآنهم وحده، قصكم تعرفوا ما يغلطوكمش، راهم يجوا للمؤتمرات ويجوا كذا يقول لك مصحفنا واحد قرآننا واحد. لا، عندهم مصحف فاطمة. شفت كيف؟ وانا نقول لكم وربي شاهد على قلبي، عشت في الحرمين الشريفين 15 سنة بين المدينة ومكة، وعمري ما شفت شيعي يرفد المصحف ويقرأ فيه. كل واحد يجيب المصحف ومن جيبه يقرأ فيه، لما يكمل يديروا كان. مرات شفت واحد يقرأ فيه، يرفد مصحف قرأه، كلمته قال لي أنا سني على مذهب أبي حنيفة كيما احنا. شفت كيف؟ يقول لك هذاك مصحف تاعكم طايحة منه صورة وطايحة منه كذا وطايحة منه كذا. واشنا الصورة اللي طايحة؟ قال لك صورة الولاية طايحة. في دايرة صورة الولاية موجودة في المصاحف تاعهم. اسمعوا نقراها عليكم وقولوا هذا قرآن ولا جياح. هذه سورة الولاية، يا أيها الذين آمنوا، كلام شيطان ماهوش كلام قرآن، كلام الشياطين. نقراها عليكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين أرسلناهما إليكم يخرجانكم من الظلمات إلى النور. هذا قرآن؟ هذا حاشا لله، هذا كلام سامج ما يصلح والو، كلام تمجه العقول تمجه الألسن. آمنوا بالنبي والولي، آمنوا يعني بمحمد وآمنوا بعلي، يخرجانكم في زوج جاو يخرجوكم. علي جاء خرجنا، علي هو الرسول خرجه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء خرج الأمة كلها بما فيها علي وبما فيها غيره. كيف علي يصبح هو ند مثل سيدنا موسى مع هارون، يصبحوا أنداد وأنبياء في زوج؟ يعني صح، سيدنا موسى مع هارون ربي سبحانه قال اذهبا في زوج، روحوا في زوج، فقولا في زوج انت واخوك. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ما يعاونوا لا علي ولا يعاونوا عمر ولا يعاونوا أبي بكر الصديق. يقول لك هذول آمنوا بالنبي والولي اللذين أرسلناه. ينصحك واش تفهم منها؟ يعني يا محمد أفخر أفرح أننا جعلنا علي نسيبك. واش تفهم من هذا؟ على أن علي أعظم درجة من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت كي تناسب الملك ولا تناسب رئيس ولا تناسب وزير ولا غني، أنت تفرح به ولا هو يفرح به؟ شكون اللي يفخر يروح في الطريق يقول لهم أنا نسيب فلان ولا هو؟ يا أخي أنت اللي تفرح به، يقول لهم أنا نسيب الملك، أنا نسيب كذا، أنا نسيب ليه، ولا هو يستحي ما يقولش نسيب فلان ما عنده والو سيك. يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بعلي، بل علي هو الذي يفتخر بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيراه وأخرجه من الظلمات إلى النور. لا، هو يقول لك يا محمد أفتخرنا علي نسيبك، لأنهما يعتقدون في قرارة ذاتهم ويعتقدون في معتقدهم الفاسد أن علي أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عنده في كتب تاعهم. احنا قرينا كتبهم وعندي كتبهم، انا ما نتكلم لكم شويه يقول لك لا تكذبوا علينا انتم ما قريتوا كلام ابن تيميه وكلام كذا وراكم جحنا. والله غير جبت كتبهم من باكستان، جبتها باذن الله، وهي اللي نقراها وهي اللي نرد منها وهي الدليل تاعي. لانهم واش يقولوا جبريل لما جاب الرساله غلط، بدل ما يديها له العالي اداها للرسول صلى الله عليه وسلم. اسيدي كما يقولوا باللغه العاميه نديروها جدلا، غلط جبريل باش تشوف الكفر تاعهم وين رايح. لان العلماء الذين قالوا هم كفار شيعة كفار عندهم الحق. لان طيب تعالوا نجادلهم، تعالوا نمشوا معاهم.
أسيدي جبريل غلط؟ جبريل مخلوق يغلط، صح يغلط. وطيب وربي سبحانه ما يصحلوش الغلط. الآن يا إخواني الكرام يجوزون الغلط حتى على الله تبارك وتعالى. إذا كان هو جبريل غلط يا ربي سقم له الغلط بتاعه، ما سقمولوش، خلاه يدي الرسالة يديها لمحمد، وهي كان أصلا جاية العالي، ربي يرسلها العالي، وجبريل غلط اداها لمحمد، يا ربي يردها العالي، علم جبريل يردها. هم جوزوا الغلط حتى على الله تبارك وتعالى. اللي جوز الغلط على ربي سبحانه قالوا إيمان، قالوا إسلام. الله تبارك وتعالى برأ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، برأها من فوق 7 سماوات. ونعطيكم الحكمة الدقيقة علاش برأها ربي وما برأهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، باش تعرفوا يا إخوان الأمر خطير. عائشة على بالكم في التاريخ في غزوة بني المصطلق تهمت بالزنا، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم شهر ويتعذب. الأمر صحيح ولا مش صحيح؟ عائشة على بالكم في التاريخ في غزوة بني المصطلق تهمت بالزنا، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم شهر ويتعذب. الأمر صحيح ولا مش صحيح؟ شهر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعذب، حتى نزل عليها الله تبارك وتعالى وحي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكانت عائشة في دارها وأمها أم رومان رضي الله عنها. يا إخواني يا ما كنتش متعطلين ولا راكم تستعجلين تبغوا ولا احنا رانا إخوان وهذه فرصة، جزاكم الله خير. أبوها وأمها أم رومان وأبي بكر الصديق جالسين، وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين معهم. فإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فأخذ غفوة كما عادته في الوحي. لما فاق قال أبشري يا عائشة أبشري، قرأ عليها الآيات تاع التبرئة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات قال لها بابا يمها قومي فقبلي رأس رسول الله، نوضي سلمي على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، راه نزل الآيات وراكي تبرأتي خلاص راكي نقية. شوف واش قالت المؤمنة الصديقة بنت الصديق العفيفة بنت العفيف، واش قالت؟ قالت له والله لا أقبل رأسه، والله لا أشكر إلا ربي الذي برأني من فوق 7 سماوات. والله ما نقبل على رأسه، ربي اللي برأني. قال له ربي سبحانه وانت يا محمد ما تبرأهاش، لأن لو كانت برأها المنافقين اللي يقولوا ما تخبى عليها. هو برأها بالقرآن الصريح، والشيعة ما زالوا يقولوا هي زانية والعياذ بالله. في كتبهم هذا الكافي يقول لما يخرج الإمام عجل الله فرجه، هكذا يقولوا لما يخرج الإمام عجل الله فرجه يذهب إلى قبر عمر وقبر أبي بكر الصديق فيخرجهما ثم يحرقهما ويذرهما في الهواء، ثم يتيمم قبر عائشة فيخرجها ويقيم عليها حد الزنا. والله الذي لا إله إلا هو أنها في كتبهم. ولكن لما لم يجدوا عالما سنيا فقيها متبعا للسنة مدركا لحقائقهم يروجون علينا الألاعيب. لما خرج هذاك الباكستاني جزاه الله خير اللي درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة اللي هو الشيخ إحسان إلهي ظاهر، وكشفهم كشف لم يكشفوا مثله بعده أبدا. واش لقاو؟ راحوا ليه يساوموا بالفلوس، هو دار محاضرة وكلمنا فيها. قالوا له شوف نعطوك كذا من $1,000,000 حبس كلامك ما تزيدش تهضر ونجيب كتبك هذيك حرقها ونتهناو وانت لا تهضر ولا نحن نهضر. الولد ذكي بلا $1,000,000 بلا شيء، نجيب كتوبي نعرمهم منا وجيبوا كتبكم عرموها منا، انا نحرق كتوبي وانتم حرقوا كتبكم. كتبكم الاصول تاع بكري اللي راكم تنقلوا منها الكفر انا نحرق وانتم حرقوا ونتسالكوا. قالوا له لا هذه كتب انت كتبتها بيدك وهذه كتب احنا كتب اصول كتبوها جدودنا. قال مما لا كتب كتبوها جدودكم وهي اصول فهذه كذلك كتب كتبتها بيدي ردا على اصولكم.
أنا ثاني هذه كتب أنا ما جبتهاش كذبت عليها، أنا راني نقرأ كتبكم ونرد عليكم، وإذا عندكم حاجة صحيحة ردوا عليا. داروا له مؤتمر وكذا، كان في مؤتمر سني ولا مؤتمر كذا، طرابيزة كما هذه جابوا له مزهرية في الوسط كما تقولوا انتم، فاز تاع النوار وعمروه بالنوار مشموم، وداروا له الماء ولا ما دارولوش، وداروا قنبلة كبيرة لداخل وحطوها في الوسط عنده وين يهدر هو، وهي مؤقتة. أقتوى عليه الطرف عليه، دخلت له حوالي 70 شظية في لحمه مسكين. نقله الملك نفسه السعودي، نقله بطائرته الخاصة من باكستان، من بيشاور حتى للرياض، وأدخله مستشفى القوات المسلحة الملكية، فتوفي ودفن رحمه الله. إن شاء الله يكون شهيد بإذن الله. هذه عندها ما يزيدش على 3 سنين، لا تزيد على 3 سنوات. ودفن بالمدينة لأن الوصية تاعه كانت يدفن في المدينة، وجاء معه باباه وجاء معه الإخوان من باكستان على نفقة السعودية، وكانت يعني مأتم كبير. شفت كيف هذا الإنسان لما ما قدرولوش، لأنهما الشيعة معروفين، إلا تعرف الألوية الحمراء تاع الطاليان هم الشيعة، يهضروا معاك مرة ويتحاوروا معاك الثالثة ولا الرابعة يقتلوك، وكم قتلوا من واحد. لذلك يا إخواني عقائدهم من أفسد العقائد. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. أنا راني نقولها ونبرأ ذمتي، ولا راني نكذب قولوا راك كذاب. والله ما أردت لكم إلا النصح، والله ما أردت لكم إلا النصح، والله إن عقائدهم من أفسد العقائد. وكما قلت لكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو آخر المحققين المسلمين، قال هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. وبعدين ما يخفاكمش كل مصيبة وقعت للإسلام إلا لما الإنسان يقرأ التاريخ يجد من ورائها الشيعة. حتى المتأخرين المحققين وجدوا أن الحرب الصليبية اللي تسموها بالفرنساوية يعني كروازات، شكون اللي حلهم الشام؟ الشيعة حلهم الشام. لما لحقوا الشام وجدوا الحصون محصنة ما استطاعوش يصدقوا، جاهم الترك وجاو زادمين. لما لحقوا الشام دولة إسلامية متمكنة، الحصون مربوطة ما لقوش كيفاش يدخلوا. شكون اللي احتال على المسلمين باش حلوا الحصون؟ هم الشيعة. كل مصيبة دخلت للدولة الإسلامية إلا من ورائها الشيعة، وقد فعلوا فينا أفاعيل. ولما جاء التتار والمغول جاء من هناك من منشوريا من منغوليا من الصين وجزادم على الدولة الإسلامية يهتك فيها. لما لحق العراق كذلك لقى حصون محصن، أبقى محوطها عن بعيد. خرجوا الوزراء الشيعة، الوزراء تاع الأمير يخدموا منه وخدموا منه، نصير الدين الطوسي وابن العقامي راحوا لهم قالوا تدخل، قالوا بغيت ندخل. كيف ندخل؟ قالوا المهم احنا خرجوا لك عن المؤمنين حتى لعندك. وهذا اللي يبغى يقراها كذلك يقراها في البداية والنهاية في مفصل. قالوا له احنا نجيب لك امير المؤمنين حتى لعندك، ولكن لما تمسكوا وتوثقوا اوامر التحليل احنا نضربوا نقم خلاص نقدر نجيبوا برك. راحوا الامير المؤمنين قالوا له الناس وراء الحصون، قالوا نأذنوا، قالوا الناس مسلمين وراء الحصون، انت تغلط عليهم الحصون تاعك تخرج تبايعهم، بغاو يبايعوك راهم يكبروا ما تسمع الاذان. قال اسمع الاذان شي قصد الحصون راح راحوا قالوا له جيب ناس وجيب العلماء تاعك 700 سن. خرجت معاه وباها، وكان عنده 100,000 جندي. بداو يكلخوا له، بداو الجنود هذو ياكلوا ويشربوا قاعدين وكذا، وبدا روحوا لدياركم حتى بقى عنده 1000 جندي. اش ندير له 1000 جندي؟ لما خرج وثقوه قبضوه وكتفوا العلماء ذو كلهم وقالوا له الآن أعطينا احنا الإذن نبدأوا في العلماء هذا السنيين هم الأولين نذبحوهم ونروحوا لديارهم، النساء تاعهم اللي لقينا كرشها خارجة نقطعوها باش ما تولدش يولد يخرج عالم كيما باباه.
والله ابن كثير واش قال في البداية والنهاية؟ قال والله لقد فعلوا بالمسلمين أفاعيل حتى بكتهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بكوا علينا، قالوا علاش ديروا في المسلمين هكذا؟ واش داروا لكم؟ واش داروا لكم السنيين باش ديروا لهم هكذا؟ اقراوا ابن كثير، قراوا البداية والنهاية، وقولوا الشيخ راه يتكلم. فعلوا فينا الشيء اللي فعلوه اليهود والنصارى، بداوا يبكوا علينا. قالوا احنا عشنا مع المسلمين، عشنا مع السنيين، ما لقينا فيهم حتى اذى، وعلاش ديروا فيهم الشيء؟ علاش ديروا فيهم الباطل؟ شفت كيف؟ وبعدين باش نبين لكم ثاني هذا الخميني عدو الله ربي اراحنا منه ان شاء الله، ما يجعلش منه خليفه واحد اخر كما هو ولا قل منه ولا دون الله لكم كلهم. هذا الوزير هذا يسموه نصير الدين الطوسي، باش تفهموا مليح لان القضيه عندها جذور. هذا نصير الدين الطوسي، ابن كثير، ابن القيم، ابن تيميه، ابن جرير، كل العلماء الاجلاء علماء اهل السنه والجماعه واش يسموه؟ يسموه نصير الكفر، نصير الشرك، نصير الطاغوت، كلب هولاكو، لأنه هو اللي دار التخريب كله، وخرج الخليفة وخرج المسلمين وخرج السنيين، الهولاكو ذبحهم. تعال الخميني واش يقول هذا؟ انت برك تسمع واحد يقول حاشا لله فرعون عليه السلام، تدخلك في عقلك، تدخلكم في عقلكم. كلما ذكر فرعون يذكر باللعنة، صح ولا مش صح؟ يقول هو في الكتاب التوراة توزع هنا في الجزائر، بالك واحد منكم عنده يروح يقرأ ويقول الشيخ يكذب. اللي يسماه الحكومة الإسلامية، دستور الحكومة الإسلامية أو دستور الحكومة الإسلامية، واش يقول؟ ويقول ومن أعظم الرجالات الذين افتقدهم التاريخ أمثال الخواجة نصير الدين الطوسي، فما أحوجنا إلى مثله. قال لرجالة الكبار اللي افتقدهم التاريخ الإسلامي، رجال كبار راحوا كيما الخواجة نصير الدين الطوسي. قالوا شحال يبغوا باش نحتاجوا كيما هو، يلزمنا شحال كيما هو. بدل ما تقول إذا كان أنت مسلم مؤمن صحيح وتكون سني وتكون تبغي الإسلام، واحد خرب الإسلام تقول هذاك راه خرب الإسلام، لأن المؤرخين المسلمين كلهم حكموا باللي هذا الإنسان نصير الشرك ونصير الكفر ونصير الطاغوت ونصر هولاكو وكلب هولاكو وتبع هولاكو، اللي هو جاب التتار وجاه جمع الدولة الإسلامية كسرها وخرب العراق خراب كما قال ابن كثير، خراب لم يعمر حتى الآن. تقول انت عليه من اعظم الرجال الذين سجلهم التاريخ. واحد يقول فرعون من اعظم الرجال ولا من اعظم الكفار المشركين. لذلك هو علاش هو هكذاك باش يعلم شيعته يتكون منهم مثل هؤلاء حتى يخيفوا علينا والعياذ بالله. ومشكلتنا كبرى يا اخواني، الإنسان إذا كان شاف واحد من أصحابه بدأ يتشيع ولا يمشي مع الشيعة ينبهه، لأن احنا أغرار سذج ما نفهموش، ما ناش عارفين يدور الشيعة، لأن يقول لك دولة إسلامية حكومة إسلامية، شكون ما يبغيش الحكومة الإسلامية؟ يجوهم من هذا الباب هذه. شفت كيف؟ بينما عندهم عقائد فاسدة، وإذا كونوا دولة نرجو من الله لا تكون لهم دولة إن شاء الله، ولا تقوم لهم قائمة، ولا يرفع لهم راية إن شاء الله، ولا تكون لهم ولاية. واش يديروا في كتبهم؟ يقولون إذا رأيت اليهودي فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا رأيت النصراني فاتركه فله ذمة في كتاب الله، وإذا وجدت السني فاقتله فليس له ذمة في كتاب الله. يعني احنا اللي رانا نقولوا نبغوهم، من رانا غافلين بزاف. فيقوا يا أيها الشباب، فيقوا خاوتكم. والله لو تكون لهم دولة وإن شاء الله ما تكون لهمش دولة، والله يقول لك القدس كذبوا، يروحوا القدس هم الطائرات اللي كانوا يضربوا بها العراق كلها مهندسين إسرائيليين. شفت كيف؟ كلها الهندسة تاعها والتقنية تاعها وقطع الغيار تاعها كلها من إسرائيل.
لأن كما قلت لكم أنا مقبل ما تنساو شيء، جذور اليهود مع جذور الشيعة جذر واحد، شجرة هكذا. اليهود راحوا منا والشيعة راحوا منا، ولكن الأصل واحد، لأن الذي صنعها هو عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني. لذلك إذا بغيت تهيج واحد شيعي وتهبله وتشوفوا كيفاش، قل له تعرف شخصية في التاريخ واسمها عبد الله بن سبأ، يغضب يقول لك ما كاينش. علاش؟ لأن إلا قال لك كاين قل له هذاك هو جدكم اللي دار لكم العقيدة، ينكروه يقولوا ما كاين شيء. ودخل معهم حتى طه حسين كلخوله لما كان كاتب عربي كبير، كلخوله وقال لهم قضية عبد الله بن سبأ هذه افترها التاريخ الإسلامي وأدخلها في طياته، فليس لها علاقة بالتاريخ الإسلامي. بينما كما قلت لكم التاريخ الموثوق به، التاريخ المعتمد اللي هو تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير، وكذلك كتب ابن قيم وابن تيمية، العلماء السنيون الذين يعتمد بقولهم كلهم جابوا الشخصية هذه، أصبحت متواترة. لأن الأمر المتواتر ما يجبوش يكذبوا فيه الناس. حاجة كما هذه جاية من الإمام علي حتى الذكر فيها كذب، نقلها جمع عن جمع عن جمع حتى لحقت لنا. نقول احنا هذه يقول لك هذه مكذوبة، لأن الشيعي يمتحن نقول له فيه هناك شخصية واسمها عبد الله بن سبأ في التاريخ الإسلامي، يقول لك ما كاينش هذيك، هذه يغضب يقول لك هذه كذبتوا وجبتوها انتم دخلتوها، لأن إلا قال لك كاين قول له هو اللي دارها لكم. هذاك هو اللي كون لكم العقيدة الفاسدة، وهو اللي كون لكم عقيدة التشيع اللي هي فرع من اليهودية وفرع من المجوسية. أفهمت الآن؟ إذن المذهب بتاعنا الحق الذي ندين الله به ونرجو الله تبارك وتعالى أن نموت عليه حتى نحشر مع صاحبه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وسائر المذاهب وعلى رأسها الشيعة كلها مذاهب كافرة، وبالأخص الشيعة. قلت لك العلماء تاعنا المحققون قالوا هم أخطر على الإسلام من اليهودي والنصارى، لأن يهودي ونصراني باين هاوليك هذاك في الكنيسة وهذاك في البيعة، أما هذا يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجي معاك، يدخل الطواف يطوف معاك، يدخل الصلاة يصلي معاك، لما يقول الإمام الله أكبر يخرجهم ونساءهم وجرايحين، وشفتهم يقف الحج اللي يدخلوا ناس يتجلسوا كرع بكرع ويتكيف لداخل الحرم، هذا تقول عليه أنت مسلم؟ طيب بس بغيت تكيف روح للبحر وتكيف، علاش تنكي فينا وتحرقنا قلوبنا وتجلس داخل الكعبة والإمام يصلي وتتكيف؟ واحضر معاك انت، اهضر معاك انت وتقول انت من أين يدخلوا الإيمان؟ وين يجي الإمام؟ مين يدخل؟ راهم الناس كفرة، ونقولها وانا عارف واش نقول، لأن قريت كتب الأوائل وقريت كتب الأواخر وعشت مع علماء أجلاء كبار كما الشيخ بن باز، كما الشيخ ناصر الدين الألباني، كما الشيخ العثيمين، كما الشيخ أبو بكر الجزائري، الله يبقي في عمرهم إن شاء الله كلهم وربي يبارك فيهم ويبقوا دعاة للإسلام. هؤلاء كلهم يلعنونهم ويقولون لا حظ لهم في الإسلام. هذو علماء توعنا، هذو يخافوا الله باش يروحوا يكفروا مؤمن، راهي تكفير المؤمن صعيب. إذا قال الإنسان لأخيه يا كافر ولا يا منافق فقد باء بها أحدهما، إما الكفر يكون صارح فيه وإلا ينقلب على صاحبه، ما يسلك حتى واحد منها، إما صاحبك هذاك يكون كافر صحيح يرتك فيه الكفر، وإلا ما كانش كافر يرجع لصاحب، يرجع إلى قائله. لذلك هؤلاء الناس لا حظ لهم في الإسلام، لأن قرآنهم غير قرآننا، وأصولهم التي يستمدون منها الأحكام غير أصولنا، ما يستعرفوش بالفقه تاعنا، والسنة تاعنا اللي احنا نستن بها ما يستنوش بها هما، ويخالفون في كل شيء. لأن بعض الناس يقول لك لا احنا نختلف في الفروع، نختلف في الفروع وفي الأصول، لأن القرآن أصل. القرآن أصل ولا فرع؟ خلاص. مادام يقول لكم أنتم عندكم قرآنكم وإحنا عندنا مصحف فاطمي فيه صورة الولاية زايدة وفيه بعض الآيات داخلين في الوسط، شفت كيف؟ أما التفاسير فحدث عن الكفر ولا حرج، تفاسير تاعهم حدث عن الكفر ولا حرج. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، رب سبحانه قال بني إسرائيل سيدنا موسى قال لهم أذبحوا بقرة، علاش يذبحوا بقرة؟
قبيلة مع قبيلة ضاربوا، واحد قتل واحد رماه على باب القبيلة، ناضوا ديك القبيلة راح يتكاتلوا، قتلتوا لنا وليدنا قتلتوا لنا خونا. قالوا علاش نتقاتل؟ سيدنا موسى موجود نروحوا نتشاروا عنه. شكون قتل هذا الإنسان؟ ربي سبحانه الله سيدنا موسى عليه السلام طلب ربي سبحانه وقال له بغينا نعرفوا شكون قتل الإنسان. قال له ربي سبحانه قول للناس التواقل بني إسرائيل يذبحوا بقرة. راح لهم قال لهم اذبحوا بقرة باش تشوفوا اليهود. إذا سمعت أنت في اللغة العربية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة نكرة مطلق بقرة نكرة جت نكرة. لو كان قال اذبحوا البقرة معرفة لابد لا تنصرف إلا بقرة معينة معهودة في الدين، ولكن مادام قال بقرة أي بقرة تقبضها في الطريق تذبحها، سمينة عريضة طويلة عجفاء مقروسة مش ما يهمك. بدأوا يتعنتوا كيفاش دايرة كيفاش كذا، ورب سبحانه يزيد لهم في الشروط، يزيد لهم في الشروط. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شددوا فشدد الله عليهم، حتى لقاو هذيك البقرة بالأوصاف تاعها لقاوها عند واحد يتيم. قرأوا في التفاسير لقاوها عند واحد يتيم هو ويماه والبقرة. قالوا له هذا البقرة راه طاح فيها الوصف تاع التوراة بيعها لنا. قال لهم انا بابا ما خلى لي غير هذه، كيف نبيع حاكم؟ قالوا له احنا ثم التوراة ما قالت غير على هذه، لنا شددوا. لو كان ذبحوا اي بقرة في الطريق كان سلكت، فشددوا فشدد الله عليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وبدات في الحزارة كما يقولوا، وبداوا يسلموا عليه وبداوا يكلخوا له وبداوا كذا، وبداوا الجماعة يتوسطوا حتى رضى باش قال أن تملأوا مسكها ذهبا، تقدروا الجلد تاعها وتمعمروه بالذهب عاد تدوها. ولاو ينحوا في مسايس نساهم ويبيعوا ويشتروا ويجيبوا وكذا، وحتى جابوا كوم قد البقرة تعلق. هذا قال لهم يلا ادوا البقرة ذبحوها. واش كاين كي ذبحوها؟ قلنا اضربوه ببعضها، يعني نحوا أي شلخة من البقرة، نحوا قراحها نحوا كعالتها. المفسرين خاضوا، المهم رب سبحانه قال ببعضها، نحي طريف اللحم وروح اضرب الميت بالميت يطلع الحي. كيف ياخذ رامي يديروها في الرياضيات يقولوا الناقص يساوي زي، لا تقول ضرب الميت بالميت يرجع حي. راحوا نحوا قرضة من البقرة الميتة وضربوا بها الرجل الميت اللي طايح نار. قال قتلني فلان ابن فلان ابن عمي لكي يأخذ ميراثي، ثم أضربها برقدة مات. عرفوا شكون اللي قتل هذا الإنسان هذا وعلاش قتله. وبعدين واحد يبقى يفهم يقول طيب وعلاش قال بقرة ما قالش نعجب ما قالش كذا، ما جاش في حاجة أخرى. خصكم تعرفوا القرآن. أنا ليش قلت لكم أنا في الأول يبغي تدبر تفهموا؟ لأن بنو إسرائيل عندكم الخبر أنهم عبدوا العجل، عبدوا كما تقولوا أنتم الوكريف، ولا عبدوا شي سواش تقولوا هذاك يا ربي العجمي ولا الفرد. هذا الوكريف والعجمي والفرد شكون تولدوا العودة، تولدوا البقرة. لذلك ربي سبحانه قال لهم الذبح الذي يلد معبودكم حتى تعلموا أن الذي يلد معبودكم سيموت وأن معبودكم قد مات اللي هو العجل. حكمة كيفاش اللي يولد لكم ربكم ينذبح، اذبحوه انتم، لأنهم عبدوا العجل عبدوا الوكريف اللي تولدوا البقرة. قال لهم اذبحوا. إذن اللي يولد لكم ربكم اذبحوه باش تشوفوا نفسه هذا اللي يولد لكم الرب يموت. إذن الرب ميت تاعكم ما ينفعش. إذن الرب الذي لا يموت هو الله. هنا الحكمة في ذبح البقرة في ذاتها ووصفها. ما قاش الذبح كذا ولا الذبح كذا، الذبح بقرة. وما قاش عجمي، لأن يقول لك العجمي هذاك راه موسى راه ذبحه ورماه وحرقه ورماه في اليم، نزيدوا نذبحوا اللي تولدوا باش اللي تولد العجمي والعجمي اللي عبدوا بني إسرائيل ما ينفعش كإله، سيموت ويذبح ويموت.
هذا تفسير أهل السنة والجماعة، تفسير مليح ولا مش مليح؟ باين واضح. كل كتاب تقرأه تاع التفسير يقول لك الكلام هذا. تعال تقرأ تفسير الشيعة وش يقول؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة هي عائشة. متى تعرف العرب البقرة تدخل في عائشة؟ ولا بعدين انتم كما قالوا واحد بكري يقرأ على الشيخ قال له فخر عليهم السقف من تحتهم. قال له أنت ما تسمع ما تشوف، إلا تسمع راني مليت عليك فخر عليهم السقف من فوقهم، وإلا تشوف راه السقف يكون الفوق ما يكونش لتحت. قال له أنت ما تسمع ما تشوف، لأن الشيخ يملي عليه فخر عليهم السقف من فوقهم. قالوا نعم فخر عليهم السقف من تحتهم. قال له أنت ما تسمع ما تشوف، السقف يكون الفوق والشوف ودنا أنا مليت عليك. هكذاك هما ما يسمعوا ما يشوفوا. أما لو كنت تسمعوا وتشوفوا البقرة اللي ذبحت في عهد من؟ في عهد بني إسرائيل، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة وقت جاء ونسخف الله. لذلك اللي يقرأ كتبهم هم أجهلوا كما قال العربي، هم أجهلوا من حمار أبيهم. شوف كيف هم أجهل الناس على البسيطة، لأنهم يذهبون ويأتونهم عجم. شوف كيف والعجم مهما تفصح تبقى ذيك العجمة وتبقى ذيك اللكنة وتبقى ذيك القضية يعني باينة في أسلوبه واضحة، ماشي كما اللسان العربي الفصيح. والله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا ويوفقنا وأن يميتنا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على مذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، حتى يردنا إن شاء الله بحوضه الشريف إن شاء الله، ويسقينا منه سقيا لا نظمأ بعدها أبدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص خلاص وراكم يعطيكم